منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. من جديد يسعد لي صباحكم مستمعينا ومتابعينا على موجة 103.5، متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك ويار عربي. طبعا وصلنا لفقرتنا الحوارية ويلي لهاليوم رح تكون فيها ضيفتنا السيدة أفين قافور، نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، ورح يكون حديثنا عن التسهيلات التي تقدمها الإدارة الذاتية للعاملات ضمن مؤسساتها. يسعد لي صباحك سيدة أفين. صباح الخيرات سيدة أفين، بداية لو حبذا لو تتحدثي لنا عن التسهيلات والخدمات التي تقدمها الإدارة الذاتية للمرأة العاملة ضمن مؤسساتها ودوائرها المختلفة. بداية أشكر إذاعة بوير FM على هذه الاستضافة الجميلة هذا الصباح، والاهتمامها بالكثير من المجالات التي تخص المجتمع، كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية، بالأخص المرأة والعائلة. طبعا منذ الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية وتشكيل الهيئات والمؤسسات والمديريات التابعة لها، كان توفير فرص العمل أمام جميع الناس متاحة، وبالأخص المرأة التي خرجت إلى ساحات العمل بقوة وإرادة وعزيمة لتكون عنصر فعال داخل المجتمع. من هذه الناحية كان هناك طرف آخر يبقى في المنزل، وكان علينا كهيئة المرأة أن نقوم بفتح مراكز تحتضن هذه الأطفال. أولا كي تعمل المرأة براحة في العمل وتعطي إنتاج جيد وتقوم بتطوير إمكاناتها وإمكانات العمل التي الجهة التي تعمل لديها. الطرف الآخر هم الأطفال الذين من الضروري احتضانهم وتربيتهم تربية سليمة للتعاون مع الأهل والأم بشكل خاص. كم يبلغ عدد دور رياض الأطفال التي تم افتتاحها من قبلكم كهيئة المرأة في إقليم الجزيرة، وإلى أي مدى تتوفر فيها مواصفات الروضة المثالية كالبناء قربه من سكن الأطفال، مساحة البناء، المرافق الصحية والمرافق التعليمية؟ طبعا منذ بداية تشكيل مكتب رعاية الطفولة داخل هيئة المرأة، كان كخطوة أولى هو فتح الروضات بنهاية سنة 2015. لحد يومنا هذا هيئة المرأة قامت بفتح 14 روضة متوزعة على نواحي وبلدات إقليم الجزيرة. طبعا خصوصية الروضات هو أنه نحن عم نهيئ أطفال لحتى نبني شخصياتهم، لحتى نحن بهالمرحلة الحساسة نهتم فيهم لحتى ينتقلوا من مرحلة الطفولة اللي هي عم يطلعوا منها من حضن الأهل، نهيئهم لحتى يدخلوا للمدارس. طبعا قدر الإمكان نحن نحاول أنه بكل حارة يكون في روضة تحتضن الأطفال. طبعا نحن مو حالنا الجهة الوحيدة اللي تفتح رياض الأطفال، في هيئة التربية، في وقف المرأة، في البلديات، في الروضات الخاصة اللي تهتم بهذه الناحية. داخل الروضة طبعا مساحة الروضة يجب أن تكون مساحة بشكل موسعة، لا تقل الغرف داخل كل روضة عن 3 غرف بمساحة كافية لحتى الطفل يحصل على مساحته الخاصة به. طبعا أغلبية الروضات التي افتتحتها روضة التربية ليست نموذجية، منها روضات نموذجية خاصة لاستقبال الأطفال، ومنها كما نعاني نحن هي بيوت إيجار لحتى نلبي حاجة المجتمع وحاجة الأمهات من هذه الناحية. سيدة أفين، هل تستقبل هذه الروضات فقط أطفال العاملات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أم تستقبل كافة الأطفال؟ ما في فرق بين أنه تستقبلي طفل أم داخل الإدارة أو خارج الإدارة. نحن قدر الإمكان المرأة مرأة والأطفال أطفال، قدر الإمكان نستقبل أطفال كافة الأمهات العاملات خارج المنزل. كمان هل هناك شروط محددة لاستقبال الأطفال في الروضة؟ هي إجراءات طبيعية، بيانات عن الطفل،
أن يكون الطفل معافى وسليم. بعض الأوراق والثبوتيات عن هذا الطفل فقط. نعم. ما هي الأعمار التي يتم استقبالها في الروضة؟ طبعا أعمار الروضة هي من العمر 3 سنوات لعمر 5 سنوات. سيدة أفين، حبذا أيضا لو تتحدثي لنا عن الطاقة الاستيعابية لكل روضة. يعني نحن نحاول قدر الإمكان داخل كل صف ما نكتر عدد الأطفال حسب مساحة كل صف. بعض الصفوف ذات المساحة الواسعة نستقبل فيها 20 طفلا، بعض الصفوف ذات المساحة الصغيرة نستقبل فيها 15 طفلا. سيدة أفين، معنا استطلاع بنتابعها مع بعض أنا وياك والمستمعين والمتابعين. ابني صار شخصيته اختلفت، صار اجتماعي، صار نشاطات كتير، يجي على البيت نفسيته تغيرت، صار يتعامل مع أصدقائه الأطفال بطريقة مختلفة، نشاطات كتيرة من ناحية التعقيم، النظافة، التعليم، العناية، الرعاية بالطفل، دراسته. يعني كان ابني ما يعرف حتى القلم يمسكه صغير، يعني 3 سنوات صار يعرف الأحرف، صار تلوين، قصص، كتير نشاطات حلوة. يعطيهم ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله يا رب. بالنسبة للخدمات اللي بتقدمها الروضات للأطفال، الروضات اللي بيكون أسعارهم كل شهر 3000 بيكونوا غير مهتمين بالأطفال، وكأنه نحن بدنا نخلص من أولادنا لحتى عم نبعتهم. لا، بس نحن عم نبعتهم على قد مصرياتنا، بس مو معناها يكون في إهمال وعدم اهتمام. يعني بنتمنى يراعوا ظروفنا ويحطوا ألعاب ومشرفين يكونوا أهل للثقة لنقدر نأمن على أولادنا معهم. بالنسبة للمناهج بالروضات، المناهج كانت مقبولة، بس بالنسبة لطريقة الإعطاء أبدا ما كانت مقبولة، طريقة تقليدية كانت ما كانت تتماشى أبدا مع أعمار الصغار. بالنسبة للروضات اللي كنت أبعث الأولاد عليها كانت روضات من نفس الحارة، لأنه أنا كنت بالغربية فكان في روضات من نفس الحارة، كانوا يعلموا الأولاد على أساس أحرف عربية إنجليزي، بس الأولاد ما كانوا يستفادوا كتير. الروضة ممتازة كتير وما يلزم شيء، لأنه كل شيء موجود بالروضة من حيث الألعاب وأي شيء يلزم الأطفال. المشرفين كتير مناح ويهتموا بأطفالنا، ونحن كتير مرتاحين مع الروضات الإدارة الذاتية، والمواصلات كمان كتير منيحة، والنتيجة جيدة كتير لأنه عم يتعلموا الأحرف والرسم، وأهم شيء المشرفين عم يعلمون على الأخلاق والأدب. يلزمون شيء يعني نقص إنه كانت تضل عند الأولاد تغسلون وتفتح الباب وتنظف الحوش وتنظف الغرف، ما كانت تلحق. يعني يلزمون وحدة تانية، وكل صف كان فيه 20 طالب، على القليل كانوا 15. بوضع الكورونا لازم يكونوا 15 أو 10. 20 طالب والأولاد يبكوا، يعني كل الدوام كانوا يبكوا. العمر 3 سنين ما يعطون شيء، عمر 4 سنين و5 سنين يعطون حروف، بس الأولاد كانوا كتير يبكوا. والله كنت عم ببعت أولادي على الروضة كم مرة هيك كملوا، فقلت من الأحسن يعني إنه نتركهم. يا ريت يكون في اهتمام أكبر وانتباه، ويا ريت يكون في تفتيش ووعي للطلاب كمان. هلا الفترة الأولى بعدت بنتي أنا على الروضة، ولقيت الاهتمام والتواصلات كان منيحة، والآنسات والأساتذة اللي كانوا هنيك كانوا يهتموا فيها كتير يعني. وبعد ما بعدت 10 أيام المديرة حكت معي، قالت لي إنه في أطفال هيك شوي تعبانين مرضانين، يعني كان وقتها كان في دفعة إنه صاير معهم أبو صفار. بقى الآنسات كانوا خايفين من الطلاب، يعني حكوا معي قالوا لي إنه لا تبعتي هالفترة مشان إنه نهتم بالطلاب التانيين يعني. بنتي عمرها 3 سنين ونص، حبيت سجلها بالروضة تختلط مع الأطفال يصير عندها رفقات، سجلتها الحمد لله. كانت كتير مبسوطة بأول 3 أيام، كان كتير مبسوطة لأن الإدارة كانت كتير كويسة والروضة نظيفة
وتلعب بالألعاب. بس بعد 3 أيام صار معها قريب، هيك خفت معاه بعد الروضة. يا ريت يعني كل صف ما يستوعبوا أكثر من 10 أطفال مشان صحتهم، وخاصة بهالظروف جائحة كورونا يعني صارت أخرب. بالنسبة للمرأة العاملة نلاحظ أنها قدمت الإدارة الذاتية تسهيلات من أجل المرأة العاملة، من حيث إنشاء أو فتح روضات أو رياض أطفال لاحتواء أطفال هذه العاملات أو الموظفات، وبالتالي لم تضطر المرأة العاملة للتوتر أو للقلق على وضع أطفالها، على أنها تتواجد في مكان عملها ويتواجد طفلها في مكان آمن كالروضة. الروضات الخاصة مكلفة، لا تستطيع الكثير من الأسر تسجيل أطفالها في الروضات الخاصة، بينما روضات الإدارة الذاتية تتيح للكثير من العائلات بتسجيل أطفالها ضمن هذه الروضات للاستفادة والتعلم والتهيئة للمرحلة الابتدائية. كل منطقة كورنيش ما في غير هدول الروضتين، ونحن أولادنا صغار وبدنا نحطهم بروضة حدا يهتم فيهم، حدا يعني يفهم الطفل ويستوعبه ويهتم فيه، يعني مو انه يخلص حاله منه، لانه بالروضات عنا رغم قلتها كمان ما في اهتمام كتير مثل العادة. فينا نقول انه الخدمات اللي بتقدمها الروضات في الإدارة الذاتية بما يخص المرأة العاملة يمكن اختصارها في 3 نقاط رئيسية، اللي هي من الناحية التعليمية. طبعا اللي بتقدمه الإدارة الذاتية مشكورة من منهاج خاص بأطفال الروضة بيتضمن برامج متنوعة تعليمية سواء كان أو ترفيهية، ولكن هناك ضعف في البنية التعليمية في المناهج، حيث لا يوجد مادة اللغة الإنجليزية ومادة اللغة العربية وبرامج الحساب الذهني، واقتصارها في اللغة الكردية على الحروف والأرقام فقط. أما من الناحية المادية فخدماتها جيدة جدا بالنسبة للمرأة العاملة، رمزية الأجور الشهرية مقارنة مع روضات أخرى. فينا نقول طبعا هالشي يشجع أنه كتير في إقبال من الأهالي على التسجيل في روضاتهم. أنا كأم لطفلة عمرها 4 سنوات عم ببعتها على روضة عالم الطفولة اللي هي تابعة لهيئة المرأة بإقليم الجزيرة. صراحة كتير عم بشعر بالارتياح لما عم بروح وحط بنتي بهالروضة وأدير ظهري، ومثلا عم بروح على وظيفتي على دوامي، بعرف إنه هي بأيادي أمينة، لأنه عم لاحظ من خلال بنتي من خلال إنه هي لما ترجع على البيت عم في تحسن بوضعها، مثلا من الناحية التعليمية، من ناحية النظافة، من ناحية النشاطات اللي عم يقدموها هالروضة لها لبنتي، فعم لاحظ في تحسن كتير. مشان هيك مثلا هلا بنتي ما كانت تعرف انه شو هي الأحرف او شو معناتها او كيف يستخدموها، هلا صايره في تحسن من هالناحية التعليمية كتير الحمد لله. سيدة أفيد، ما هو تعليقك حول الاستطلاع والآراء الذي سمعناه؟ طبعا الآراء، في بعض الآراء الأهالي هي بمكانها، بعض الآراء أريد أن أعلق عليها. طبعا قلت أن جهات كثيرة تقوم بفتح روضات رياض الأطفال، لكن هناك جهة واحدة تنظم هذه الروضات اللي هي هيئة التربية. هيئة التربية هي الجهة وحيدة المرخصة لرياض الأطفال، سواء كانت الروضات التابعة للإدارة الذاتية أو الروضات الخاصة. طبعا بشكل دائم تقوم متابعة هذه الروضات من حيث المنهاج المقدم، من حيث أسلوب التربية داخل الروضات. فشي طبيعي نحن بكل الروضات ما نقدر نلبي حاجة الأم أو وضع الاطمئنان بداخلها. الأم دائما لديها حساسية من هذا الموضوع، أنه الطفل خرج من حضنها قد يتعرض لأساليب هي لا تحبها.
أما داخل الروضات فأؤكد أن الاهتمام خاص جدا بالأطفال، خاصة أن هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة، يترك الطفل حضن والديه ليندمج مع أطفال أو أقرانه، الغرب عليه بداية أو المعلمات بداية غريبات، أو طبعا العائق الكبير هو يقع على عاتق المعلمات داخل المراكز التي بشكل دائم تحاول قدر الإمكان التواصل مع الطفل كأم أو تعويض الطفل عن الحنان الذي يفقده خلال الساعات التي يقضيها داخل المراكز. هناك بعض الشكاوى حول العدد الكبير ضمن دور رياض الأطفال، حبذا لو تشرحي لنا السبب، فكما نعلم هناك شروط محددة في هذا الشأن لا يجب تجاوزها. طبعا مراكز التابعة لهيئة المرأة جميعها باسم عالم الطفولة. قدر الإمكان نحن نحاول أن نترك مساحة أو فسحة خاصة بالطفل يمارس فيه نشاطاته أو إفراغ طاقاته. نحاول قدر الإمكان أن لا نضغط على الأطفال داخل هذه الروضات، لكن المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن بالأمهات. عدد الروضات في كافة الحارات لا تلبي الحاجة، فالأم دائما تقوم بالضغط على المعلمات أو مشرفة المركز أن تستقبل طفلها. هذه المشكلة الوحيدة التي نعانيها. أما داخل الروضات فكل مقعد هو مخصص لطفل أو طفلين لا أكثر يعني. سيدة أفين، أيضا لو تتحدثي لنا عن المنهاج المعتمد في الروضات التابعة لكم كهيئة المرأة، وبرأيك هل هي مناسبة ولماذا؟ طبعا المنهاج داخل كافة الروضات هو منهاج هيئة التربية والتعليم داخل الإدارة الذاتية الديمقراطية. لكل طفل الحق بتعلم لغته الأم. على هذا الأساس الكتب والمنهاج نحن نستلمها من هيئة التربية، حتى المعلمات الموظفات داخل الروضات هن متلقيات تدريبات خاصة بهذه الأمور. كما نعلم الحق الأول هو حق تعلم اللغة الأم، وكل طفل له الحق بتعلم لغته الأم. نعم. كم يبلغ عدد دور الحضانة في إقليم الجزيرة؟ طبعا نحن كهيئة المرأة منذ بداية فتح الحضانات تلقينا صعوبة في فتح أول حضانة. هي مرحلة حساسة عندما تستقبل الطفل بعمر 2 إلى عمر 3 سنوات. موضوع لقينا صعوبة أولا لإدخال الاطمئنان لقلب الأم التي تترك طفلها الصغير بين أيادي غريبة. وأيضا الاهتمام الخاص بالطفل الذي على الأم المربية أو الأم البديلة أن تهتم بهذا الطفل. لحد هذا اليوم هيئة المرأة قامت بفتح 18 حضانة على مستوى إقليم الجزيرة. هيئة المرأة هي الجهة الوحيدة التي ترخص موضوع حضانات الأطفال. نعم. سيدة أفين، هل تشرف هيئة المرأة أيضا على افتتاح دور الحضانة في المدينة، وهل هي متاحة للجميع أم إنها مخصصة فقط للعاملات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية؟ شيء أكيد هيئة المرأة هي الجهة الوحيدة المشرفة على الحضانات التي تفتتح في إقليم الجزيرة، والمتابعة بشكل يومي مواضيع رعاية الطفولة داخل هذه المراكز. مثل ما قلنا بداية الأم هي أم، سواء كانت عاملة داخل الإدارة الذاتية أو خارج الإدارة الذاتية. نحن كجهة نحتضن كافة الأطفال. بنروح لفاصل صغير وبنرجع.
برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. طبعا مستمعينا ومتابعينا لساتنا مكملين بفقرتنا الحوارية. سيدة أفين، حبسة لو تتحدثي لنا طبعا عن خصائص دور الحضانة التابعة للهيئة، وهل تم افتتاحها في جميع مؤسسات ودوائر الإدارة الذاتية أم فقط في بعضها؟ طبعا الحضانات لها مثل ما قلنا خصوصية تامة. يجب أن تكون مهيئة لاستقبال أطفال رضع خاصة، بتوفر فيها كافة اللوازم أو التجهيزات الخاصة بالطفولة، من سراير خاصة بالأطفال، من ألعاب خاصة بالأطفال، من بعض من البرامج المنظمة للطفل كتنظيم نومه، تنظيم فترة الفطور أو الغداء، أو أسلوب التعامل مع الأطفال في هذا السن. طبعا بخصوص افتتاحها في كافة المؤسسات، طبعا لا، بعض المؤسسات تم فتح المراكز الطفولة فيها. بعض المؤسسات لم نقبل أن تفتح داخلها أو بالقرب منها. سيدة أفين، لماذا ليست في جميع المؤسسات؟ طبعا مثل ما بنعرف في مؤسسات عسكرية داخل المدينة، فمن أجل الحفاظ على الطفل وإبعاده عن الخطورة وتوفير الجو الآمن أو في منطقة آمنة لا نسمح بفتحها. الأعمار التي يتم استقبالها في دور الحضانة؟ أعمار أطفال الحضانة هو مثل ما بنعرف إجازة الأمومة هي 3 أشهر. بعد ما الأم تخلص إجازة الأمومة بيكون عمر الطفل 2 شهر، فنحن نستقبل الأطفال من عمر 2 لعمر 3 سنوات. بالنسبة للعاملات ضمن دور رياض الأطفال والحضانة التابعة لهيئة المرأة في الإدارة الذاتية، ما هي مؤهلاتهم كون مرحلة الروضة والحضانة هامة وحساسة جدا وتحتاج إلى مختصين؟ طبعا بخصوص الروضات، أغلبية المعلمات داخل الروضات هن من خريجات رياض الأطفال، علم اجتماع، أو اللواتي تلقينا تدريب خاص بهذا الخصوص. أما بخصوص الحضانات فقدر الإمكان كهيئة مرأة نقوم بتوفير فرص العمل للنساء الذين لم يحصلن على فرصة لإكمال تعليمهن، النساء الموجودات في المنازل. قدر الإمكان أن نركز أن تكون هذه الأم البديلة كأم مثالية للطفل، تملك من الحنان الكافي لإعطائه لهذا الطفل. نعم. هل عدد دور رياض الأطفال التي تم افتتاحها كافية لسد حاجة في مدينة قامشلو، وكذلك دور الحضانة؟ بصراحة لا، مثل ما قلت نحن فتحنا 18 حضانة على مستوى إقليم الجزيرة، لكن نسبة كثيرة من النساء خرجنا للعمل في المؤسسات، لهذا يتطلب دائما فتح مراكز أخرى. مكتب رعاية الطفولة مستمر بافتتاح هذه المراكز الحضانات خاصة، ونحن كهيئة المرأة نقدم كافة التسهيلات للجهات التي تريد فتح هذه المراكز. سيدة أفين، أسباب إغلاق بعض الروضات الخاصة من قبل هيئة التربية، وكما نعلم كان لعدد من هذه الروضات دور هام لإعداد الأطفال للدخول للمدرسة، كيف تابعتم هذا الموضوع في هيئة المرأة ومكتب المرأة والطفل؟ طبعا بخصوص الروضات الخاصة، ومن أجل أن لا تفتح بشكل عشوائي، كان من الضروري أن تكون هناك جهة منظمة بهذا الخصوص. هيئة التربية حملت هذا العائق. هيئة التربية كانت كجهة منظمة تنظم افتتاح الروضات، سواء كانت الخاصة بالإدارة الذاتية أو الروضات الخاصة. طبعا بسبب إغلاق بعض الروضات هو أن السياسة المتبعة داخل هذه الروضات لا تناسب سياسة الإدارة الذاتية. فمثل ما قلت أنا، كل طفل لديه الحق في تعلم لغته الأم. اللغات التي كانت تدرس داخل هذه الروضات هي كانت لغات مختلفة، قد تكون ضغطا على الطفل. الأمر الآخر هو استغلال هذه الروضات الخاصة للعوائل بسبب رفع من قسوة الأطفال. من هذه الناحية
ليس كل العوائل لديها تلك الميزانية التي يستطيعون تسجيل أطفالهم داخل هذه المراكز. يعني كانت اقتصرت على العوائل الغنية فقط، لأجل أن تأخذ كل العوائل حقها في تعليم أطفالها. كانت الجهة المنظمة لهذه الناحية هي هيئة التربية. برأيك إلى أي درجة يعد القرار سليما؟ أنا بشوف القرار سليم 100%. علينا أن نراعي ظروف كافة العوائل، كافة المواطنين، كافة الأشخاص الذين يرون من حق الطفل الحصول على حقوقه وتعلم لغته الأم. طبعا. طيب، ما هي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبلكم ضمن دور رياض الأطفال ودور الحضانة لحماية الأطفال من خطر فيروس كورونا كوفيد-19؟ طبعا مراكز الطفولة كالمؤسسات الأخرى أيضا بعد انتهاء مدة الحظر تم تعقيم كافة المراكز وتجهيزها من كافة وسائل الحماية، من كمامات ومعقمات وتنظيف وتعزيل هذه المراكز. تم التنسيق مع جميع العوائل كي يحصل كل طفل على كمامة أو معقمات خاصة به. بخصوص المعلمات، الكادر التعليمي الكادر التربوي داخل الروضات تم توجيههم كيفية التعامل مع الأطفال، توفير مساحة كافية ليحصل الطفل على مساحته، وتعليمه كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية في هذا الخصوص. طبعا بنتشكرك لحضورك معنا سيدة أفين. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية، واللي كانت ضيفتنا السيدة أفين قافور، نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة. بعد هالفاصل الصغير بنرجع لنكمل باقي فقرات عطر الصباح. استنونا. هذه الفقرة برعاية منظمة شاير للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان.